يلا تعالي بينا نشوف الكتب الجميلة دي. كتب انجلش في موقع الكادز. معانا كتابين، كتاب خاص بالفوكابلري وده هناخد فيه حصيلة كلمات كويسة جدا زي ما انت شايفة، colors shapes numbers، وكمان هناخد عن الفاميلي وهناخد أسئلة كتير قوي قوي. الطفل هيفضل يتدرب عليها وكمان يسمع كلمات كتير قوي وشوية كمان قطع قراءة هيستفيد منها جدا. طفلك بيكون عنده حصيلة كلمات كويسة قوي عشان يقدر يتعامل مع اللغة، يقدر بيلاقيها كمان في المنهج اللي هو بياخده، سواء منهج كونكت أو منهج كونكت بلس أو أي منهج على مستوى العالم. الكلمات دي مهمة جدا، ما ينفعش أي منهج يستغنى عنها أبدا. كل الكلمات هو بياخدها بيشوفها وبيسمعها بالكيو ار كود الموجود في الكتاب، وكل ما يسمع أكتر كل ما ينطق صح. أما الكتاب التاني الخاص بفونكس، الطفل هيتعرف على الليترز الحروف وأصواتها الساوندز وكمان some words ويسمع منهم الكلمات دي. هيكتب كمان الكلمات دي ويتعلم ازاي يحفظ الكلمات بطريقة حلوة ومسلية ولعبة من غير ما تكون عبء عليه. برضو على كل درس هيكون في شرح بتاعه انت كمان هتشوفيه، وهيكون شرح مسبق عشان تقدري توصلي المعلومة صح وبنطق صحيح لطفلك. على كل حرف باول هو بياخده بيقرا سب ستوريز او شوية قصص بيقراها على كل حرف بياخده معانا، عشان احنا كمان بندربه على الريد سكيل او على القراءة اللي موجودة. بيتعلم على الماجيك اي، وبيتفرق ما بين السي والكي والهارد سي والسوفت سي والهارد جي والسوفت جي وكمان البوسي ار. وما نسيتش ان انا حطيت لك ازاي يحفظ الكلمات بلعبة حلوة قوي هتسهل عليه يحفظ الكلمات بمنتهى السهولة. وما تنسيش على كل ستوري لازم تشغلي كيو ار كود عشان طفلك يسمع كويس قوي ويعرف يقرا. شغلي برنامج كيو ار كود وهتلقطي الكاميرا على المربع الكيو ار كود، وبعد كده هتسمعي الفيديو عادي جدا انت والطفل وهيكون مبسوط جدا منه. شارك شارك سي هورس. على كل غلاف كتاب فيهم في المربع الكيو ار كود الخاص بقناه التليجرام. اهم حاجه انك لازم تنضمي معانا فيها عشان دلوقتي هنتابع معاكي خطوه بخطوه لتاسيس طفلك، ولو في سؤال واقف معاكي هنجاوبك عليه على طول. وما تنسيش تطلبي الليفل تيست الخاص بطفلك عشان يقدر نختبره اول باول بعد ما يخلص الكتب كلها، وتطمني كمان على مستواه. لو الكتب دي عجبتك اطلبيها دلوقتي حالا واحنا هنرد عليكي على طول.